بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو شهر التقوى وشهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النار، وهو شهر الفرصة الإيمانية الكاملة، وهو شهر القرآن. توصيتي لإخواني في حركة العدل والإحسان ولإخواني المسلمين ألا يضيعوا هذه الفرصة، وأن تكون علاقتهم بالقرآن علاقة تامة، قراءة وتلاوة وتدبرا وأخذا بأحكامه وشرائعه. إخواني الكرام، بهذه المناسبة أود أن أذكركم أن هناك إخوانا لكم في غزة يعانون الأمرين، يعانون من الجوع والعطش وعدم وجود المأوى، ويعانون من القتل والتشريد وتهديم المنازل، بل ويعانون الآن من قتل الطائرات التي ترمي عليهم المساعدات فتقتلهم. إنها مصيبة كبيرة ابتلي بها إخواننا في هذه البقعة الصغيرة التي يقف العالم اليوم كله ضد هذه البقعة المؤمنة الصغيرة لينتقم منها، ينتقم من مرابطتها، ينتقم من موقفها في الدفاع عن الأقصى والقدس الشريف. أيها الأخوة الكرام، لا تنسوا في هذه الساعة المباركة أن تضعوا نصب أعينكم مناصرة هؤلاء الناس المؤمنين الذين قدموا كل ما لديهم، فعلينا أن نقدم ما لدينا. أيها الأخوة الكرام، عليكم بالوقفات الأسبوعية، لا تضجروا ولا تسأموا ولا تتعبوا حتى تكون تلك الوقفات شاهدة لكم عند الله سبحانه وتعالى، وتكون نصرة لإخوانكم. وعليكم أيها الأخوة أن لا تبخلوا بمالكم على إخوانكم هناك، وعليكم أيها الأخوة أن تقدموا الدعاء في أوقات السحر لهم، لأن الدعاء سلاح ماض بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا أذكر إخواننا في الجمعيات الإغاثية أن يقدموا كل ما لديهم، وأن يقدموا دعمهم في المأوى والملبس والطعام، لأنهم يفتقدوا إلى كل شيء هناك. ولقد جاءت إلينا الأخبار من هناك أن بعض الجمعيات الإغاثية العراقية موجودة بجهودها هناك، فبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. لذلك أيها الأخوة، أوصيكم بإخوانكم هناك فلتجعلوا رمضان هذا رمضان طوفان الأقصى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.